بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بطريقه سهله وبطريقه بسيطه، ومكونات موجوده في كل بيت. بس بتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده معايا فرخه متقطعه 8 مقطعاها 6 حتات، وطبعا نقعينها كويس في محلول النقع. ومعايا بصل طرنشات، ومعايا فلفل الوان، وحبيتين من الطماطم متقطعين مكعبات. والبهارات بتاعتنا عبارة عن ملح وتوم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ وبابريكا وكركم، ومعلقة من الكركم ومعلقة من الكاري، وكمان فلفل اسمر. اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي نشوف هنعمل ايه. نجيب معايا بولة عشان نعمل التتبيلة بتاع الفراخ بتاعتنا، ونضيف فيها البهارات، وكمان عليها ربع كوباية من الزيت، ونقلب البهارات بتاعتنا دي كلها كده في الزيت لغاية ما البهارات بتاعتنا تندمج مع بعضها. ممكن تضيفي معلقة من الصلصة كمان، بس انا هضيفها في اخر الفيديو ان شاء الله. في قبل ما ندخل الصينية الفرن هضيف معلقة من الصلصة. وبعد كده هتبل الفراخ بتاعتي دي بالتتبيلة اللي انا عاملاها قدامكم دي، بالبهارات والزيت بس. علشان طبعا الفراخ بتاعتنا تكون واخده من التتبيله، هنتبلها كده. ممكن تتبليها وتسيبيها في التلاجة لمده نص ساعه او ساعه قبلها بيوم، الوقت اللي يريحك. خلاص كده احنا تبلنا الفراخ بتاعتنا. دلوقتي بقى جاهزه ان احنا نعمل الطاجن. نجهز الطاجن قبل ما ندخله الفرن. معايا زي ما انتوا شايفين الفلفل الالوان والطماطم المتقطعه مكعبات والبصل الترانشات او الحلقات. اول حاجه كده ضفت البصل، وبعدين عليه الطماطم والفلفل الالوان. هنقلبه مع بعضه من غير ما نتبله ولا حاجه، لان طبعا الفراخ بتاعتنا متبله تتبيله حلوه، وهتنزل التتبيله بتاعتها دي مع الخضار الموجود. وبعد كده نرص الطاجن بتاعنا، نرص الفراخ في الطاجن مع الخضار. تقدري تعملوهم في صينية ألومنيوم، في أي صينية تقدري تدخليها فيها الفوق تدخليها الفرن، مش شرط طاجن بايركس يعني. ونظبط الطاجن بتاعنا كده أو الصينية بتاعتنا. ويكون معايا بقى بقية التتبيلة اللي فضلت من الفراخ. هضيف فيها شوية معلقة من الصلصة، وكوباية من نص كوباية من المية، أو كوباية من اللي هي 200 ملي مية، يعني تكون نص كوباية كبيرة، أو كوباية من اللي هي 200 ملي مية. وبعد كده نضيفهم على الفراخ بتاعتنا، علشان طبعا التتبيلة دي اللي هنسوي بيها الفراخ كلها، يعني ما هنضيفش أي مية تانية. وبعد كده نجيب الورق الحراري ونغطي الطاجن بتاعنا. خلاص كده غطينا الطاجن بتاعنا، ومولعين الفرن على درجة حرارة عالية، درجة حرارة 200 أعلى درجة في الفرن. وبعد كده ندخل الطاجن بتاعنا في الرف الوسطاني لغاية ما يستوي، ونتأكد بقى ان الفراخ بتاعتنا استوت. نشيل الورق الحراري من على الفراخ ونولع الشواية لغاية ما الفراخ بتاعتنا تتشوي وتتحمر. طبعا ده الطاجن بتاعنا من قلب الحدث. وبعد كده هنخرجه ونبتدي نغرف بقى ونعمل السلطة. زي ما انتوا شايفين كده طالع المنظر قدامكم، بس بعتذر علشان النور كان قطع. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.